انت عارف ان الشات جي بي تي عنده 4 شخصيات؟ شات جي بي تي بيوافقك على كل حاجة انت بتقولها حتى لو ما كانتش صحيحة ومش منطقية. بس انت عارف ان جي بي تي عنده 4 شخصيات وتقدر تبدلهم على حسب الموضوع اللي بتتكلم فيه وعايزه يكون ويتعامل ويرد عليك ازاي؟ في الأول افتح شات جي بي تي عادي جدا على الموقع. وروح على أيقونة حسابك، وضروري في المرحلة دي تكون مسجل حساب. هتلاقي حاجة اسمها Customize Chat GPT. هتلاقي حاجة اسمها What personality should ChatGPT have؟ واللي معناه عايز شخصية شات جي بي تي تكون ازاي، وبعدين هتدوس على ديفولت. هيطلع لك مربع فيه الكلمات دي: Cynic, Robot, Listener, Nerd. سينيك معناها إنك هتكون عايز جي بي تي يكون ساخر، يفضل يضحك وينكت ويكون دمه خفيف. روبوت هتخلي جي بي تي جاد معاك، وده هيكون مفيد في البرمجة والمذاكرة وحل الأسئلة. وشخصية المستمع، وهنا تشات جي بي تي هيسمع لك وانت بتتكلم ويحاول يلاقي حلول نفسية وعملية وحياتية أكتر. نيرد، شخصية شات جي بي تي هنا هتكون مليانة تفاصيل ومليانة كلام، يعني لو بتكتب رواية أو سكريبت أو فيلم تختار الشخصية دي. فيديو. لو عايز تتابع كل جديد معانا في ضربة مفك، اشترك في القناة وخليك دايما سابق بخطوة.